السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح النشاط. قمنا كده بدري يا حبايبي كده، همة ونشاط كده. قلت ايه، انضف تحت الفراخ بتاعتي وايه واروق الحتة كده يا حبايبي. الشغلة البدرية منسية. تمام. قلت بقى ايه، ما اقوم انضف لهم كده يا حبايب قلبي، واكنس لهم العشة بتاعتهم، واحط لهم اكل ومية، وايه واغسل المواعين بتاعتنا، واروق الدنيا كده يا حبايب قلبي بدري بدري. تمام. جيت كده يا حبايب اهو عند الفراخ بالشكل ده، وانا حطيت لهم، كانوا جعانين، حطيت لهم الاكل الاول ياكلوا عشان لما اكنس مش يقعدوا يطيروا. اهو. كانت في اليوم ده الشمس طالعه يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، كانت دافيه وزي الفل. فتحت لهم الشبابيك كده يا حبايبي، تدفيهم وتنور لهم كده. اهو. جيت شايله البطانيه دي كده، ايه اللي انا عاملاها فاصل بين الاوضتين. شلتها على جنب كده يا حبايبي. وايه وقلت ايه، انضف بقى الحته كده واكنسها، لانهم كانوا مبهدلين الدنيا زي ما انتوا شايفين، بيعدوا اليمه التانية، وكل شويه ايه مبوظين الدنيا. دخلت كده سميت الله يا حبايبي، ونزلت ايه كنيس كده وتنظيف في الحته. اهو. اسفه على المنظر وعلى التراب، ما كنتش عارفه انقل الكاميرا في مكان تاني. اهو. بسرعة بسرعة كده يا حبايب قلبي، وايه وخلصت تنظيف لهم المكان بتاعهم، ولميت كمان الزبالة كده بالشكل ده يا حبايبي. بعد كده بقى طلعت على الأوضة اللي فيها الفرن دي يا حبايبي. اهو شايفين برضو بيطلعوا مبهدلين الحتة ازاي، شايفين. دخلتهم بقى وظبطت البطانية كده اللي انا عاملاها حيز بين الأوضتين. ظبطتها كده عشان ما يعرفوش يعدوا كده تاني. اهو كنت بدخلهم كده، بهشهم ادخلهم. بعد كده بدأت ايه الترويق في المكان يا حبايبي، واشيل كل حاجة احطها مكانها، وابدأ ايه بدأت كنست كده بالشكل ده يا حبايب قلبي. اهو. هلم برضو الزبالة دي كده في الشكارة. يلا قومي اتنشطي انت وهي واعملي شغلتك بدري، هترتاحي طول اليوم. اللي قبلنا قالوا الشغلة البدرية منسية. الشغل مش عيب يا حبايب قلبي، انا بنضف بيتي ومكاني. اهو. خليته فل. بوريكم اهو يا حبايب قلبي كده، شايفين اهو. نضفت المكان كده ونضفت لهم كمان تحت منهم. هبدأ بقى كده ايه اجيب المواعين بتاعتي يا حبايبي. كانت المية قطعة. طلعت بره جبت جردل المية من الترومبة، وقعدت في السور كده يا حبايب قلبي. اهو. ومسكت المواعين بتاعتي، قلت عشان خاطر ايه ما كركبش، انا مش عارفة المية هتيجي امتى، ما كركبش مواعين ليا في الحوض، وايه وحاجتي تتعمل، شغلتي تتعمل بدري بدري، واخلص اللي ورايا واقعد مرتاح. اهو يا حبايب قلبي. غسلتهم بقى بالشكل ده يا حبايبي. اهو. يلا يا حبايبي تنشطوا كده وتشجعوا واعملوا الشغل بتاعكم بدري، هترتاحوا طول اليوم. اهو. يلا، واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا حبايب قلبي يشجعني بكومنت حلو من كومنتاتكم الجميله يا حبايب قلبي. كلمه تجبر الخاطر. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم نعمه في حياتي، اغلى واحلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا.
يلا حطوا لايك بقى، واللي ما اشتركش في قناتي يا حبايبي يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهو يا حبايب قلبي. خلصت كده يا حبايبي، وكفيت المواعين بالشكل دون عشان تصفي اهو، وشلت الميه برضو كبيتها يا حبايب قلبي. حطوا لايك بقى، استاهل لايك ولا لا؟ وبعد ما خلصت يا حبايبي برضو نضفت مكاني، دخلت على المطبخ بتاعي. شايفين اما انا خلصت المواعين كانت بنتي مسحت الرخام، حوض نضيف وبوتاجاز نضيف ورخام بتاع نضيف والمطبخ نضيف، ولا ايه تيجي الميه بقى وقت ما تيجي، حاجتنا نضيفه ومش حاملين اي هم. اهو يا حبايبي شايفين. بعد كده بقى قلت ايه اجهز لهم الغدا. قلت اعمل لهم في اليوم ده رز معمر. طريقه الرز المعمر بقى يا حبايب قلبي على طريقه الفلاحين بقى، ايه على اصوله. غسلت الرز كويس يا حبايب قلبي، وجبت 3 4 معالق قشطه كده، وجيت ايه مقلباهم في بعض الاول. دي التركه دي والخطوه دي مهمه جدا يا حبايبي، كل واحد له طريقه يعمل اللي هو عايزه، بس الطريقه دي انا جربتها جميله وناجحه معايا، بتخلي الرز مفلفل يا حبايب قلبي. وتحط طبعا ايه اللبن بتاعك على الرز اهو. بسم الله ما شاء الله، اللبن كان دسم وانا كمان حطيت القشطه، كان الرز تحفه. احنا بنحب الرز المعمر يا حبايبي طري شويه، انا وعيالي وجوزي بنحبه طري، ما بنحبوش يعني ايه مفلفل كده، في ناس بتحبه مفلفل. وحطيت كمان كوبايتين ميه يا حبايبي، لان كوبايتين الميه دولي هما اللي هيعملوا الرز، هيسووا الرز يا حبايبي. تمام، لازم كوبايتين الميه دول، اللبن لوحده لا. وحطيت كمان الملح بتاعي يا حبايبي وظبطته، وظبطت القعد بتاعي بالشكل دون اهو. وزودت شويه كمان لان انا زي ما قلت لكم انا بحب الرز المعمر طري. وسلقت بطاطس يا حبايبي، انا كنت هقليها بس بصراحه رحت اجيب زيت، لقيت الزيت غالي، الكيلو عاد ب50 جنيه يا حبايبي، والله العظيم اسعار الواحد يعني مش عارف يعمل ايه، هيناهض على ايه ولا ايه، الله المستعان. جبت كده يا حبايبي قلت لا، بعد ما كنت عايزه اقطعها صوابع قطعتها بالتخينه بالشكل دون، وسلقتها وحطيت نقطه زيت في الصينيه عندي، وتبلت البطاطس عندي بالفلفل والكمون والملح اهو، رشيتهم كده عليا يا حبايب قلبي، ودخلتهم الفرن. طريقه سهله وبسيطه، ووفرت عليا زيت، ووفرت عليا ان انا ايه اقلي يا حبايب قلبي، والله وعيالي وجوزي حبوها جدا وقالوا احسن من المقليه اهو. هنعمل ايه بس بنوفر وندبر على قد ما نقدر. ورشيت رشه زيت بسيطه برضو كده على الوش يا حبايب قلبي، وحطيتها في الفرن اهو. كان طعمها تحفه، ايه رايكم؟ شايفين طلعت بالجمال والحلاوه ازاي؟ شايفين جمالها اهو، محمره احسن من المقليه 100 مره، ولا شاربه زيت ولا اي حاجه يا حبايب قلبي اهو. شايفين انا بقطعها ازاي اهي، من بره مقرمشه ومن جوه ايه طريه وجميل، بألف هنا وشفا. ورشيت رشه ايه كزبره كده يا حبايبي، منظر جمالي يعني اهو يا حبايب قلبي. يلا وصلتوا معايا في هنا في الفيديو، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والرز المعمر بتاعي يا حبايبي طلع اهون، كان تحفه وزي العسل. شايفين؟ بألف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.